لما كنت في مصر كنت بجدد باقة النت كل كام يوم، والباقة عمرها ما كملت معايا الشهر للآخر. وطبعا انت عارف الرسالة بتاعتي استهلكت 100% من باقتك. لكن لما سافرت ألمانيا استغربت ان عندهم انترنت غير محدود وبأسعار قليلة بالنسبة لأسعار انترنت في مصر. فبدل ما كنت بضطر احمل الحاجات وافضل سايبها على اللابتوب مثلا ما احذفهاش، دلوقتي بحمل الحاجة واحذفها عادي في اي وقت، وانا عارف ان انا هرجع انزلها في اي وقت بكل سهولة لان الانترنت unlimited. كمان الشركات هنا بتعمل عروض على الخطوط بتاعة الموبايل وعلى الخطوط بتاعة الارضي انك تاخد انترنت باقل سعر ممكن. انا مثلا كان معايا خط ب 8 يورو في الشهر كان unlimited. الغريب بقى ان انا معايا دلوقتي باقة 10 جيجا في الشهر على الموبايل، والباقة دي ما بعرفش اخلصها، بعكس ان انا كنت بشترك على اكتر من 25 جيجا في مصر وكانت بتخلص في اسبوعين تقريبا، مع ان انا نفس الشخص ويمكن استهلاكي هنا اكتر بحكم الغربة. شركات الانترنت في مصر لو قررت تغير مجالها وتشتغل في الاكل هيجوعوا الناس اللي بيصعب عليهم يدوك جيجات، مش هيدوك اكل. اللي يضايق بقى ان في دول عربيه سرعه الانترنت فيها اعلى من المانيا كمان، فايه اللي يخلي شركات الانترنت في مصر رافضه تدي للناس لحد دلوقتي انترنت غير محدود؟ ايه رايكم يا جماعه في الموضوع ده؟ هل احنا ما نستحقش انترنت غير محدود في مصر؟ اكتبوا لي رايك في الكومنتات.